معادنا النهارده مع موبايل فئه اقتصاديه جديد من شركه شاومي، وهو الريدمي 12 سي. الموبايل ده بامكانياته هتحس ان هو موبايل فئه اقتصاديه جدا، ولكن التسعير بتاعه تسعير فئه متوسطه زمان. عشان تفهم الموضوع، المشكله مش من شركه شاومي، المشكله هنا في العمله بتاعتنا. الموبايل ده حرفيا بره سعره خرافي، تقريبا $100، يعني حوالي 390 درهم، ولكن هنا في مصر تقريبا 4500 جنيه. لازم انت بقى تتعود على الاسعار، وان ال 4500 جنيه او ال 5000 جنيه بقت فئه اقتصاديه، بقت زي ال 2000 جنيه زمان. وان دلوقتي الموبايلات اللي كانت ب 5000 جنيه زمان دلوقتي سعرها اقل حاجه حرفيا دلوقتي هتلاقيها بقى ب 8000 جنيه ولا حاجه. المهم بقى، ليه الريدمي 12 سي يعتبر من افضل الموبايلات اللي نزلت مصر في الفتره الاخيره، بغض النظر خالص بقى عن ازمه الاسعار وكده، الا ان الصراحه امكانيات الموبايل ده بالنسبه لسعره الحالي يعتبر الصراحه موبايل كويس. فمن الاخر كده انت هتبقى طالع من الفيديو ده عارف كل حاجه عن الموبايل، التصميم والشاشه والكاميرات والبطاريه والاداء وكل حاجه. بس قبل ما ابدا بقى، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. في حاجه مهمه جدا بقى، يوتيوب بيقول لي ان تقريبا 80% من مشتركين القناه مش مفعلين الجرس، بمعنى ان تقريبا في 80% من مشتركين القناه مشتركين على الفاضي، لان كده مش بتوصل لهم اي اشعارات لاي فيديو بنزله. فانت دلوقتي انزل اعمل لايك واشترك في القناه، ولو كنت مشترك في القناه فتاكد ان انت مفعل الجرس على الكل. دي اهم حاجه، حرفيا اهم من الاشتراك نفسه، لازم تتاكد ان انت مفعل الجرس هنا على الكل. وبس كده، خلينا نبدا في الفيديو على طول. خلينا بقى دلوقتي نبدا بتصميم الموبايل. الموبايل ده بلاستيكي بالكامل، عندك هنا الظهر من البلاستيك والفريم كمان من البلاستيك، وده طبعا حاجه طبيعيه جدا. ده انا عايز اقول لك كمان ان احنا الموبايل اللي احنا لسه عاملينه ريفيو من كام يوم، اللي هو الريلمي 10 برو بلس، كان جاي بظهر من البلاستيك وسعره 3 اضعاف السعر ده. عندك هنا نافذه الكاميرات شكلها مختلف شويه، عندك هنا رصه كاميرات توحي لك بان في 4 كاميرات في الموبايل، ولكن في النهايه هم كاميرتين بس. بالاضافه هنا بقى للبصمه اللي في الظهر، بصمه في الظهر مش في زرار الباور للاسف، ولكن هنعدي الحوار ده. تقريبا هنا مفيش اي بروز خالص للكاميرات، بروز الكاميرات هنا حاجه خفيفه خالص. بالاضافه هنا الموبايل جاي بوزن معقول وهو 192 جرام، ده مش تقيل ولا خفيف، حاجه كده في النص. وتخانه هنا 8.7 مللي. مفيش حاجه تانية اقولها عن التصميم الصراحه، التصميم هنا عادي جدا، في هنا نقش على الظهر مع شويه خطوط كده جايه بالميل، غير كده مفيش اي حاجه خالص عن التصميم. ننتقل بقى دلوقتي سريعا للشاشه، وانت هنا معاك شاشه اقل ما يقال عليها انها شاشه عاديه جدا بالنسبه لسعر الموبايل في الظروف الحاليه. انت هنا معاك شاشه 6.7 انش، الشاشه هنا هي اي بي اس ال سي دي اتش دي بلس، ايوه هي هنا اتش دي بلس مش فول اتش دي. بالاضافه كمان ان الشاشه هنا 60 هرتز، وسطوع الشاشه هنا 500 نتس بس، بالاضافه للحواف الكبيره جدا دي والنوتش ده. فهنا الشاشه عاديه جدا، ولكن نرجع كده بالذاكره سنتين ولا حاجه قبل بقى ازمه الاسعار وكده، هتلاقي ساعتها الموبايلات الاقتصاديه كلها كانت جايه بنفس الشاشه دي، وبالتالي تقدر تقول انه عادي جدا الشاشه دي موجوده في الفئه دي اصلا من زمان. اللي اتغير بس هو سعر الموبايل بسبب الظروف دي. طبعا هنا بقى لان الشاشه دي هي اتش دي بلس، هتلاقي هنا ان كثافه البكسلات مش حلوه، وبالتالي كده وانت بتتفرج على فيديو ولا حاجه ممكن تحس ان الشاشه مبكسله شويه، وده طبعا طبيعي بسبب ان الشاشه هنا اتش دي. بالاضافه برضو ان السطوع هنا تحت الشمس مش هيكون احسن حاجه خالص، وده برضو طبيعي. اللي مش طبيعي بقى هو اداء الموبايل ده. اداء الموبايل هنا الصراحه ممتاز بالنسبه لسعره. الموبايل هنا جايب معالج الميديا تك، هو الميديا تك هيليو جي 85. هتقول لي يا عم ما هو معالج قديم اصلا وشفناه من زمان، اقول لك انه بالنسبه للسعر ده كويس جدا، احسن من السناب دراجون 680 وال 685، واحسن من 695 كمان في الالعاب، وبالتالي هو افضل معالج في الفئه دي. المشكله هنا ان المعالج ده 12 نانو متر، لو انت مش متابع يعني فاغلبيه المعالجات اللي بتنزل دلوقتي بتبقى مثلا 6 نانو متر او 5 نانو متر، انما 12 ده الصراحه قديمه قوي، ده يخليه مش موفر في البطاريه. ولكن ما علينا، الموبايل هنا الصراحه اداؤه كويس جدا، والواجهه هنا كويسه الصراحه. ينقصها بس حاجه من الاثنين، يا اما تكون الشاشه 90 هرتز، يا اما تكون سرعه التخزين اعلى شويه. سرعه التخزين هنا اي ام ام سي 5.1، ودي طبعا قديمه جدا. عايز اقول لك حرفيا ان الموبايلات اللي كانت بتنزل مثلا من سنتين ولا حاجه في الفئه الاقتصاديه بتبقى جايه بسرعه التخزين دي كانت بتبقى قليله، واليو اف اس 2.2 او 2.1 الصراحه احسن كتير. هو الصراحه اداؤه كويس، ولكن محتاج زقه كده، يا اما يكون معاه شاشه 90 هرتز تكون مديها له سلاسه شويه، يا اما سرعه تخزين اعلى شويه بحيث برضه ان انت تحس ان هو مش بطيء. هو هنا الموبايل مش بطيء، ولكن تحس ان هو محتاج زق. الموبايل هنا بيشغل ببجي على اتش دي وفريم ريت هاي، او على سموث وفريم ريت الترا، وهيديك هنا اداء كويس جدا. في ملحوظه بقى في اداء الالعاب، الموبايل هنا بيسخن من منطقه الكاميرا. الموبايل كله عموما بيسخن، ولكن سخونيه خفيفه، ولكن في منطقه الكاميرات سواء في الظهر او في الشاشه، الحته بتاعت الكاميرات دي من الاخر كده بتسخن شويه، ولكنها مش هتزعجك. الحلو هنا ان الاداء ما بينزلش خالص مع الضغط عليه. وبكده انا تقريبا خلصت كل حاجه عن المعالج. خلينا بقى دلوقتي ننتقل للكاميرات. واحده برضو من نقاط القوه في الموبايل ده، الموبايل هنا جاي بكاميرتين. الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 1.8، بالاضافه هنا لعدسه بورتريه 2 ميجا بكسل، والسيلفي هنا هو 5 ميجا بكسل بس فتحه عدسه اف 2.2. لو جيت تبص بصه سريعه كده على اداء الكاميرات، هتلاقي ان الكاميرات الصبح بتديك صور ممتازه، بتديك الوان وتفاصيل وديناميك رينج الصراحه كويسين جدا على سعر الموبايل. هتحس بس ان الصوره محتاجه سنه اديت. في الاضاءه الداخليه بقى تحتاج هنا النايت مود عشان يظبط لك التفاصيل والالوان. بالنسبه للسيلفي بقى فهو هيديك اداء كويس جدا بالنهار، هو مش كويس جدا يعني، هو كويس، حاجه كده معقوله تمشي نفسك بيها. ولكن في الاضاءه الداخليه بقى الصراحه مش هيكون احسن حاجه خالص، وخاصه ان مفيش هنا نايت مود في الكاميرا السيلفي. الموبايل هنا بيصور فيديوهات 1080 30 فريم سواء بقى بالكاميرا الاماميه او الخلفيه. خلصنا كلام بقى عن الكاميرات، نيجي دلوقتي بقى لشويه مزايا كده موجوده في الموبايل. اول حاجه، الموبايل ده بيدعم الان اف سي، بالاضافه كمان الموبايل هنا فيه مدخل 3.5 مللي، ودي حاجه طبيعيه، انا مش هبقى
مندهش خالص من ان الموبايل ده يكون فيه مدخل 3.5 مللي. الموبايل ده اساسا بره ب 100 دولار. الموبايل ده بيدعم ان انت تركب شريحتين مع كارت ميموري، ودي حاجه كويسه الصراحه. بالاضافه كمان ان سنسور التقارب هنا هو هاردوير، ودي حاجه الصراحه كويسه جدا من شاومي ان هم مهتمين بالسنسور ده على الرغم من ان الموبايل ده رخيص. نيجي بقى دلوقتي لقائمه مفيش. كل الحاجات اللي هقولها لك دلوقتي مش موجوده في الموبايل ده. اول حاجه ان مفيش سنسور اي ار، كمان مفيش هنا مايك اضافي لعزل الدوشه، كمان صوت الموبايل ده مش ستيريو، عالي ومسموع وكل حاجه، ولكن الصراحه الاستيريو بيبقى احسن بكتير. كمان حاجه سنسور الجيروسكوب هنا مش موجود، بالاضافه لسنسور الاضاءه برده مش موجود. لكن هنا صراحه شبكات الموبايل ده كويسه جدا، حاجه كده بين السامسونج والاوبو. نيجي بقى دلوقتي لبطاريه الموبايل. بطاريه الموبايل ده هي 5000 ملي امبير، وفي حاله الموبايل ده فهي ميزه وعيب في نفس الوقت. ميزه لانها تقعد معاك 8 او 9 ساعات شاشه مفتوحه، بمعنى ان انت تقدر تستخدم الموبايل ده تقريبا 8 9 ساعات متواصل استخدام متواصل. المشكله بقى ان الموبايل ده جايب مدخل شحن مايكرو يو اس بي، وطبيعي جدا سرعه شحن الموبايل ده هي 10 واط. تخيل تشحن بطاريه 5000 ملي امبير بشحن 10 واط، تقريبا هتقعد 3 ساعات او اكتر، حاجه بسيطه تشحن الموبايل ده من 0 ل 100%. منافسين الموبايل ده كلهم تقريبا جايين بشحن 18 واط، على الاقل هيبقى اسرع من 10 واط. وكمان التايب سي اصلا اسرع من مايكرو يو اس بي. انت لو جبت شاحنين 10 واط، واحد مايكرو وواحد تايب، التايب سي هيشحن اسرع. فهنا البطاريه نقطه قوه، ولكن سرعه الشحن نقطه ضعف في الموبايل. نيجي بقى دلوقتي لمحتويات العلبه. هنا انت معاك الشاحن من 10 واط، بالاضافه هنا لبوس السيم كارد، بس كده مفيش هنا اي جراب خالص في العلبه. ولكن اطمن، بما ان الموبايل ده نازل مصر فانت هتلاقي له جرابات في كل المحلات. وصلنا بقى دلوقتي لاخر حاجه، وهي سعر الموبايل ورايي في الموبايل. نقول رايي الاول. بص، انا لما عرفت امكانيات الموبايل والسعر بتاعه ما كانش ليا نفسي اصلا اتكلم عن الموبايل، ولكن لقيت اصلا ان كل الفئه الاقتصاديه اترحلت لل 5000 جنيه، فلازم نتعود على الاسعار دي دلوقتي، لان خلاص مفيش اي موبايل اقتصادي هيبقى ب 2000 جنيه زي زمان. فبالنسبه لامكانيات الموبايل وسعره فهو صراحه حاجه كويسه جدا. ما تستغربش لما تلاقيني بقول كويس جدا، لان فعليا الموبايل ده سعره حلو. طب 4500 جنيه هتاخد الموبايل ده بالنسخه ال 64 جيجا و3 جيجا رام. هتاخد حاجتين هم دول نقط القوه في الموبايل ده، المعالج الهيليو جي 85 بالاضافه للكاميرا كويسه جدا. بقيه الحاجات تعتبر عاديه جدا او ستاندرد بالنسبه للسعر بتاع الموبايل. تصميم عادي مع بصمه في الظهر، بالمناسبه هنا البصمه سريعه، ولكن الفيس انلوك بياخد وقت شويه. هتاخد شاشه زي اغلبيه الشاشات اللي في الفئه دي، ولكن هتاخد معالج وكاميرات الصراحه ممتازين، بالاضافه طبعا للبطاريه الكبيره مع شاحن ما هوش احسن حاجه خالص، وصوت مونو مش ستيريو. النسخه ال 64 جيجا هنا سعرها 4500 جنيه، والنسخه ال 128 سعرها 5000 جنيه. سعرهم بقى بره مصر الموبايل ده ب 100 دولار للنسخه ال 64 جيجا، وتقريبا ب 130 دولار للنسخه ال 128 جيجا. فكده اظن انت فهمت ان الموبايل ده سعره رخيص، ولكن هنا المشكله في التسعير في مصر. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. بس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.